بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامج ببساطه قوانين القران. والنهارده هنتكلم عن قانون الاستئذان. قال الحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. يجب يا جماعه عند الانسان يتعلم شويه اداب. فرق كبير جدا بين المسلم اللي عنده ذوق والمسلم القليل الذوق، ما عندوش خلق الاستئذان. فتعالى كده نراجع شويه حاجات علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، الواحد ما يبصش جوه البيت او جوه الشباك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل النظر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: من نظر فقد دخل. يبقى انا ما بقاش خباص كده ابص على شباك مفتوح، على باب مفتوح، اخد بالي. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما اجي استاذن، اولا اما اخش اي بيت او استاذن على اي بيت، اولا اقف يا على اليمين يا على الشمال. بلاش واقف يا جماعه في وش الباب. دي يكون عندي استئذان، اقف يا اما على اليمين يا اما على الشمال. استاذن ثلاثا، يعني اخبط الباب 3 مرات او ارن الجرس 3 مرات فقط. فإن لم يؤذن لي أنصرف. بلاش أعلق الجرس وأخبط 6 7 مرات. من الآداب ومن آداب الاستئذان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن 3 مرات. لما يقول مين ما أقولش أنا، أقول أنا فلان محمد، ما أقولش لا أنا، أقول أي حاجة تانية. من آداب الاستئذان إن أنا لما أجي أخبط كان يعني أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافر، يا دوبك بس كده خبط بسيط. بلاش إن أنا أقعد أخبط جامد وأرزع والكلام ده كله. يبقى لما اجي حتى لما اجي اخش اي حتى اوضه او كده، لو جوه امي يجب ان انا استاذن. لان سال رجل حذيفه رضي الله عنه وارضاه كما في عند النبي كما عند البخاري في الادب المفرد: استاذن على امي؟ فقال: اتحب ان تراها عريانه؟ فالاصل انا اخبط على الام. الزوجه طبعا لا حرج، بس انا انصح ان انت برضو تستاذن عشان حتى لا ترى شيء تكرهه. يعني آداب جميلة الواحد يتعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، حتى إن المسلم يكون عنده أخلاق وعنده ذوق. يكون في فرق كبير بين المسلم اللي عنده أخلاق وذوق والمسلم قليل الذوق اللي ناس ما بتحبوش. حلقة مهمة جدا جدا عن قانون الاستئذان، حابب إن احنا نتعلمها ونعلمها لأولادنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.